يا صباح الورد والفل عليكم، عاملين ايه اخباركم؟ بصوا بقى، النهارده هنعمل احلى هاش براون. الهاش براون طبعا من الاكلات المعروفه جدا في ماكدونالدز على الفطار، كلنا بنحبها، كلنا بنحب نروح نفطر هناك. النهارده هعملها لكم في البيت بطريقه سهله جدا وبطريقه صحيه ومفيده، هتعجبكم قوي. يا ريت لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك. هعملها لكم في الزيت وهعملها لكم في الاير فراير، وشوفوا الطريقه اللي تناسبكم. بصوا انا هنا عايزه اسمعكم صوت القرمشه بتاعتها. سمعتوا مقرمشتها حلوه ازاي؟ بجد تحفه، جربوها، الطريقه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. هجيب بطاطستين كبار زي ما انتم شايفين كده، وطبعا على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها، عايزين تكتروا كتروا، وكده كده نقدر نشيلها في الفريزر. هقطع البطاطس قطع كبيره زي ما انتوا شايفين، وهسيبها تتسلق على النار. انا مش عايزاها تكون مهريه خالص، انا عايزاها يعني نص سوا، 3/4 سوا، مجرد ان الشوكه تدخل فيها. شايفين؟ تمام. لان لو اتهرت خالص مش هنعرف نشكلها بعد كده، وهتبقى عامله زي العجينه او زي البطاطس المهروسه كده. القوام ده حلو قوي. هصفي من عليها الميه وهسيبها تبرد تماما علشان اعرف ابشرها. بعد كده هجيب مبشره زي ما انتم شايفين، وهبشرها بشره خفيفه. تمام. انا مش عايزاها تبقى عجينه، هبشرها كده بالراحه. بصوا لو كانت مهريه في السلق ما كناش هنعرف نبشرها كده، احنا عايزين نعرف نمسكها. هنحضر بقى البهارات، شوية ملح، شوية فلفل اسمر، شوية زعتر، انا بحب الزعتر كترت منه، شوية بصل باودر، شوية توم باودر. تمام. هنزل بقى بالبهارات دي كلها عليها. بصوا انا بشرتها كده كلها، هحط البهارات كلها عليها وهقلب بالراحة جدا جدا، مش عايزاها تبقى زي العجينة. تمام. هنبدأ نقلب بقى فيها بالراحة زي ما انتوا شايفين، لحد لما المكونات كلها تدخل جواها. وبعدين هحط عليها معلقتين كبار من النشا. النشا بيديها قرمشه حلوه قوي وهتعجبكم. هنا انا قلبتها كمان بالنشا. هبدأ بقى اشكلها. ايه التشكيلات اللي انتوا عايزينها بقى؟ عايزين تعملوها مربعات، مثلثات، اي حاجة، اي اشكال عايزين تشكلوها، اشكال اطفال لاطفالكم برضو هتبقى اشكال حلوة. بس انا هعملها هنا بشكل الهاش براون بتاعة ماكدونالدز. تمام. وهحطها في اطباق كده او هحطها على ورق زبدة اللي يريحكم، وهشيلها في الفريزر لمدة ساعة. وبعدين هطلعها وهسخن زيت كويس جدا. شايفين الزيت؟ بصوا هو كده سخن حلو قوي. لازم تنزل في زيت سخن، عشان لو حطيناها في زيت بارد شوية البطاطس هتفكك من بعض. تمام. وعادي بعد كده الكمية اللي بتفضل مننا بنخزنها في الفريزر عادي جدا، بعد ما بتتجمد في الطبق بنحطها في اكياس ونشيلها وقت ما بنحب نطلعها بنطلعها. هنا انا هعمل بقى شوية في الاير فراير. دي بتاعت الاير فراير بصراحة عجبتني انا اكتر، لان ما كانتش يعني اخده زيت كتير. تمام. انا رشيت عليها رشه بس بسيطه زي ما انتوا شفتوا من على الوش، دي اللي كانت في الزيت، لكن دي اللي في الاير فراير. تمام. بصوا اللي كانت في الزيت شاربه زيت كتير شويه، بس كانت القرمشه بتاعتها كانت احلى.